عايزه اقول لكم ان طعمها بجد تحفه، هتعجبكم، جربوها. متنسوش تعملوا اشتراك في القناه ولايك عشان يوصلكوا كل جديد. وبعد دلوقتي طاجن العكاوي. اول حاجه احط ميه تغلي في الحله الضغط. اول ما الميه خلاص غليت هنزل بقى بالعكاوي بتاعتي. انا مش هضيف لها اي حاجه دلوقتي قبل ما اطلع الريمه بتاعتها. هبدا بقى اشيل الريمه بتاعت العكاوي. كده خلاص شلت الريمه كلها. هنزل بقى ببصلايه مقطعاها 4/4، وهنزل بطماطمتين مقطعاهم برضو 4/4. بعد كده هضيف الملح بتاعي. انا مبحبش اضيف اي توابل على اللحمه بحيث ان هي بتغير طعم اللحمه وبتسود لي الشوربه، فانا مبضيفش اي توابل خالص غير اللي هو الملح وخلاص. هقلب كده بقى كله مع بعضه بعد ما ضفت الملح، وهقفل واطفي على النار وهقفل الحله الضغط بتاعتي. هسيبها بقى تستوي. انا مش هسويها سوا الكامل، هسويها 3/4 تسويه كده عشان لسه هنزلها في صلصه. ودي كده شكلها بعد ما استوت. نعمل بقى مع بعض الصلصه اللي هنحط فيها العكاوي. هنزل بمعلقتين سمنه كبار، بعد كده هنزل ب3 بصلات انا فرماهم في الكبه، 3 بصلات كبار. هفضل اقلب كده بقى لغايه لما تحمر البصله. هفضل كده اقلب لغايه لما خالص لونها يحمر. عايزه اقول لكم ان الصلصه دي هتعجبكم قوي. انا طريقه الصلصه دي خدتها من حماتي في الصعيد، هم عندهم بيعملوا الصلصه كده، بس البصل ده بيعملوه مفراك. انا ما عنديش في المفراك، فانا هفضل اعمل معلقه كده لغايه لما لغايه لما البصله تنعم معايا خالص. انتوا شايفين لونها هيبقى بني ازاي؟ انا عايزه اللون ده بالظبط. كل ما تمسك في الحله هفضل اقلب كده بمعلقه خشب او اي معلقه عندي. بعد كده بقى هنزل عليها بشويه شوربه صغيرين، وهفضل اقلب خالص لغايه لما تنعم معايا. كل لما تبدا تشرب خلاص البصله الشوربه هفضل انزل شويه شوربه صغيرين لغايه لما البصله خالص تنعم معايا. هما عندهم هناك زي ما قلت لكم بيعملوها بمفراك، بس انا هنا ما عنديش الصراحه مفراك. الصلصه بس مش ممكن تاكلوها الصلصه دي مع الكوارع، انت ممكن كمان تنفع قصدي مع العكاوي، وتنفع مع الكوارع، وتنفع الصلصه دي كمان تنفع مش بس مع العكاوي، ممكن تعملوها مع اللحمه او تعملوها مع الكوارع، يبقى طعمها جميل جدا. زي ما انتم شايفين كده، شايفينها معايا.
كل ما خلاص تشرب الشوربه بتاعتها تلزق في الحله ارجع اسقيها بشويه شوربه تاني وافضل اقلب. هبدا بقى اهرسها بالهراسه بتاعتي كده، بديل المفراك عندي. هي خلاص بقى كده البصله نمت معايا خالص. هنزل بقى ب3 طماطمات انا ضرباهم في الخلاط. الطماطم بتاعتها مبتبقاش كتير، هي دوبك الطماطم بتبقى على قد البصله بالظبط. بعد كده هضيف بقى شويه ملح، هسيبها بقى تتسبك وبعد كده ارجع لكم. كده خلاص الصلصه اتسبكت معايا. هنزل بقى بالعكاوي فيها. هزودها بقى شويه شوربه واسيبها بقى تاخد العكاوي غلوه كده مع الصلصه عشان تديها طعم حلو. هسيبها بقى تكمل سواها. زي ما قلت لكم انا بسويها 3/4 قبل ما احطها في الصلصه عشان ما تتهريش معايا. هسيبها بقى تكمل سواها في الصلصه كده. ودي شكلها كده بعد ما اتسبكت. احطها بقى في طاجن وادخلها الفرن. هدخلها بقى الفرن كده تاخد وش كده وبعد كده ارجع لكم. عايزه اقول لكم ان طعمها بجد تحفه، هتعجبكم، جربوها. متنسوش تعملوا اشتراك في القناه ولايك عشان يوصلكم كل جديد.